تعرف أقوال السلف ولا فهمت والفلسفة فهمت. بارك الله فيك. الحمد لله خير. نحن الحمد لله عندما ردينا على بعض الإخوة هنا ليس كما أقول لك، لأن بعض المسلمين يقول لك يا أخي لكن يستشفى فينا النصارى، خليهم يا أخي احنا همنا النصارى ولا همنا الله. صح الله جل وعلا يا أخي. الإمام أحمد كان في بغداد وكان يرد على بعض المسلمين، وكان في نصارى واليهود لأجل إيش؟ حفظا للدين. بارك الله فيك. فنحن نتحد على القرآن والسنة، أما نتحد لأجل الدعوة في البارك هذا لا نفعل هذا. بس انا اللي اقصده يعني اذا كان في خلاف ولا شيء يكون بينكم في مكان خاص تتناقشون فيه. نحن فعلنا كثير من المرات لكن يكون مكان عام يأثر على الناس يعني. صحيح، لكن انا فعلت كثير من المرات، لكن هم خرجوا علانية وطعنوا فلنا الحق ان نخرج علانية ونبين. بارك الله فيك. نعم امين امين بارك الله فيكم. شو معنات شو معنات سروري؟ السروري اتباع محمد سرور زين العابدين. هذا محمد سرور من الشام، اتى الى السعوديه وتلاعب، كان يتلاعب كانه على منهج السلفي، لكن هو من الاخوان، هو اشتق على الاخوان كما يقول لك اخوانيه بلباس سلفي. هم في العقيده في الاسماء والصفات على السلف. نعم، لكن يدعون الى الخروج والثورات والاشياء، وهم كثير الان، كثير من المسلمين يغتر بهم. فهمت. بارك الله فيك. فنحن عندما نقول لا يجوز الثورات في البلاد المسلميه، البلاد الاسلاميه، لماذا؟ تعظيما لسنه الرسول عليه الصلاه والسلام وحبا لدين الله جل وعلا. اما بعد يقول لك انتم تولون الحكام الظلمه، اعوذ بالله من ذلك. يقول الله ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. كيف؟ وهؤلاء نفس الناس يقول لك انتم ترجعون الى تولون الحكام الظلمه، يهرب من الكويت او السعوديه وياتي الى بريطانيا. بريطانيا تحكم الشريعه ولا ايش؟ بارك الله فيك. فيقول واحد قال دخلت الى بلد امنه ما شاء الله، والسعوديه ايش؟ قتلوا بعضهم بعض. السعوديه امنه احسن من هنا. نعم، لكن هؤلاء السروريين والاخوان يعني يظهر انه سلفي ولكن هو داخل، هو اخواني، طريقه اخوانيه منهج اخواني. نعم، يتلاعب يطعن في العلماء السلفيين. مثل هذا اللي طلع قبل كم فتره. من هو؟ في واحد نشر فيديو مثل هذا. نعم، هذا نشر فيديو ينصح في الامير محمد سلمان والملك سلمان حفظهم الله وفقهم الله لمن يحب ويرضاه. قالوا ايش؟ قال انا في السعوديه، ثم تراجع، ثم قال انا خرج هربت. هذا فيلم هندي يا فيلم هندي هذا والله. فيلم هندي. احنا ننصح، الشيخ صالح فوزان ينصح شعب السعب كيف النصيحه على طريقه السلف بغير تهييج. بارك الله فيك. فهمت. فالحمد لله نحن ننصح، والحاكم ليس شرط ان يكون معصوم. صحيح اكيد. امام ابو جعفر المنصور من العظماء الخلفاء ماذا فعل؟ استاجر الامام مالك. ليس معناته بانه ظالم، احيانا الحاكم يفعل اشياء ربما يقول ويخطأ. فهمت. ليس معناته الحاكم العادل ما يخطأ ولا. فهمت. وليس معناته بانه لا اخطأ خلاص نلغي كل. فهمت. اذا كان الحاكم على منهج السلف الامه. فهمت. بعد يقول على السلف الامه وفي الرقص. الامام البيهقي ذكر رحمه الله قال كان الخلفاء كلهم على منهج سلف الامه حتى وقت المأمون. ليس معنى كل الخلفاء كانوا مستقيمين ما يفعلوا، لا يشربوا الخمر ولا الرقص، لكن المنهج والعقيده على السلف، لكن لهم اخطاء. هذه في المعاصي، هذه لا تخرجك على المنهج السلفي. بارك الله فيك. لكن انا الذي ارى والله هو ادين الله به، ارى في حرب على الدول الاسلاميه والاعداء الاسلام يستغلون العرب والمسلمين ليدمروا، خاصه حرب على دول الخليج. طيب. لماذا؟ انا اقول لك لماذا. انا شخصيا ما اسمع من قبل ولا ما سمعت خليجي مات في البحر لانه يهرب من الخليج. ما الحمد لله. لكن بلداننا نسمع. فهمت. لماذا؟ لان فيها الحمد لله الامن والامان، والحكام يحبون شعبهم والشعب يحب الحكام. لكن ليس معناته الحكام هذو معصومين، ليس باخطاء، لهم اخطاء، ونحن نتبرأ من هذه المعاصي والاشياء. لكن كيف ندعوهم وكيف ننصحهم بالطريقه السنيه. طيب ما موقفنا تجاه الخوارج هذول؟ الخوارج على منهج السلف نرد عليهم ونفضحهم، والانسان يكون مع ولي امره اذا اخطا ينصحه، واذا اصاب يمدحه. لكن لا يجوز مدح الحكام على كما اقول لك مطلق. العلماء ذكروا هذا من النفاق. طيب بارك الله فيك. فهمت. لكن اذا الحاكم فعل شيء لتقويه الاسلام والمسلمين امدحه. بارك الله فيكم. شو يسوي للخوارج؟ الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوهم، لكن ليس لك ولي، هذه للحاكم. إذا فيه دليل أنهم خوارج فلا تقتلهم.
هذه الحكام الذين يفسدون في الأرض. يعني نبلغ عليهم إذا اكتشفنا وزي كذا. تنصحهم الشيخ بن باز رحمه الله إن صح أولا، ثم إذا ما سمع بلغ عنه، لأن ربما له شبهات فتنصحه، ثم إذا ما سمع قل ما تسمع. حتى صاحب المخدرات الأشياء تنصحه قل اتق الله اترك عليك هذا المنهج، منهج الخوارج. أنا أقول الخوارج لا يحبون أن يروا بلاد المسلمين فيها الأمن والإيمان، يريدون أن يرى بلاد المسلمين يقتلون بعضهم بعضا. والله الذي لا إله غيره رأيته، هو يعيش في بريطانيا ويقول اخرجوا، وانت ليش قاعد في بريطانيا؟ اخرج انت يا اخي. هذا بريطانيا بعد كي يدمروا بلادهم وين يهربوا؟ يأتوا إلى الغرب. طيب نعم تريد الإصلاح، احنا ما نقولوا ما تصلح، اصلح لكن على الطريقة السنية. بارك الله فيك، تعال الإصلاح على الطريقة السنية، تنصح تبين، لكن لا تطعن في بلدك وتأتي بالتبريرات لي تفتح الباب لأعداء الإسلام يتدخلوا في أمور داخلية. فهمت؟ بارك الله فيك. فالخوارج هنا يدفعون الجزية عند الكفار. هذا الرجل. والله أدعي الله سبحانه وتعالى، كلنا لابد تدعي الله أن لا يجعلك مثل هذا الرجل، إنسان كبير ويستهزئ به الأطفال. هذا يسب، هذا عايش في بريطانيا يدفع التاكس ضرائب ويطعن في البلاد الإسلامية، وهمها الخليج، هو مصري. أنا ليش بتكلم عن مصر؟ خليج. فالشاهد بارك الله فيك، هذا الرجل ماذا يريد من الخليج؟ الكفار الآن يذهبون إلى دبي والسعودية وقطر يمدحونهم. الحمد لله نحن فإذا رأينا معاصي أشياء نبغضها. طيب وإذا كنت من أهل العلم وطلبة العلم وتعرف تنصح الحاكم فانصحه بطريقة سلفية. بارك الله فيك. والدعاء نعم، الإمام مالك ذكر هذا، الإمام أحمد تدعو للحاكم أن يوفقه الله سبحانه وتعالى ويهديه. طيب أن يهديه الله أن يوفقه لما يحبه ويرضاه. البيطانة صحيح. بارك الله فيك. بارك الله فيك. يا بارك الله فيك، هذا لابد. نعم. فمثال ذلك يقول لك عن علماؤنا أنهم علماء السلاطين، لكن هؤلاء نفس الشيخ بن باز رحمه الله تعالى علماء السلاطين. الشيخ بن باز تكلم عن الربا علانية ونصح الحكام، قال الربا لا يجوز. لكن هؤلاء القوم ايش عايشين هنا؟ خوارج يعيشون هنا، يأخذون المال من الدولة الكافرة ثم يطعن في علماء السنة. فضحهم الله، والله فضحهم الله. لكن كيف يأتوك؟ هذه في قناة ينشرون المعاصي. هي لا يجوز نشر أخطاء الحاكم، نعم ترد عن المعصية. إذا الآن الحاكم قال يجوز ويأتي بالخمر إلى الدولة الإسلامية تقول الخمر حرام وابتعدوا عن الخمر، لكن لا تركز على الحاكم، ليس تبريرا لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد بن حنبل الشيباني هل هو مدخلي؟ الإمام أحمد بن حنبل الشيباني في وقته من كان؟ المأمون، كان يدعو إلى خلق القرآن، وهذا كفر. من الطامة الخوارج الجهلة يقول لك هذوك الحكام كانوا يحكمون الشريعة، هل الدعوة إلى خلق القرآن من الشريعة الإسلام؟ هذا كفر. ماذا فعل الإمام أحمد؟ رد على عقيدة المعتزلة الذي كان يعتقد المأمون والواثق، لكن لم يتكلم في الحاكم ودعا له. فعندهم أحمد بن حنبل مدخل الآن الحمد لله. فماذا سبحان الله. فالشاهد كذلك عندما أتوا إليه قال نخرج، قال لا تخرج، اتقوا الله في دماء المسلمين. عبد الرحمن بن الأشعث عندما خرج على ولي العراق أو العراقين، نعم الحجاج يوسف الثقفي، عندما خرج ماذا فعل؟ فتنة وقعت. الذين خرجوا معه من العلماء قالوا لو سمعنا إلى نصيحة حسن البصري، قال لا تخرجوا، ليس تبريرا. بعض الناس يقول أنت تبرر، فإذا كنت أنا أبرر فلا بد أن تتهم الإمام أحمد أنه كان يبرر لظلم الواثق، ولا بد أن تتهم الحسن البصري الذي تربى في بيت نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يبرر. أنت تعيش في الغرب ترى الحرام ولا تتكلم مع تشوفها كما والله. في آخر آية في التويتر من السعودية عن هذا الذي قال هرب من السعودية، قال ما شاء الله أتيت إلى البلاد فيها أهل الشذوذ والحرام آمن وإيمانه شريعة ما شاء الله. الله أكبر. منافقون أخي هؤلاء، خوان المسلمين أخي، والله طامة خوان المسلمين. همها الكرسي، يدمر بلاد الإسلامية ما دام الكرسي عنده، هو ما عنده هم. هؤلاء الذين يقول معارضة ماذا يريد؟ هو همها الكرسي، لكن يستعمل جهلة من المسلمين ببلدانهم، ثم يأتي هو يقول أنا والحاكم. بارك الله فيكم. فنحن والله لا نريد الفتنة في بلاد المسلمين، وندعو الله أن يوفق أمور المسلمين، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يبعد عنا شرارنا.
بارك الله فيكم. هذه الدعوة السلفية الحمد لله، دعوة أمن وإيمان الحمد لله. إذا كان في حرم لا نرضى به ونتبرأ، فعله الحاكم أو غير الحاكم. بارك الله فيك. اقرأ بن باز، الباني، ابن عثيمين رحمهم الله، أئمة الدين. الآن يأتيك بخيط بيض يقول لك إمام الدين. شايف يا أخي؟ دروس ابن عثيمين رحمه الله، شوف العلم، الله أكبر. لكن طامة نحن والله. ليش طامة؟ الآن تركنا العلماء الربانيين، شيخ صالح الفوزان حفظه الله، المفتي شيخ صالح آل الشيخ، الشيخ ربيع. ندب إلى من؟ ندب إلى يوتيوبرز. والله يوتيوب يعطيك فتوى، هذا يوتيوب يا أخي. هذا يقول لك أنا أريد إصلاح الدول. أنت أصلح دارك أولا، تصلح الدولة. أنت دارك مرسى، والله يصلح الدولة. بارك الله فيكم. الآن أنا سمعت والله أعلم في ربما جزائريين هنا يصحوا لي بأن الآن أمريكا تريد إيش؟ تريد تفعل سانكشن على الجزائر، تدخل في أمور. أمريكا أكبر طاغوت. ما أمريكا أخي، أمريكا كانت تدافع عن إخوان المسلمين في مصر. أمريكا كانت تدافع عن الثورة في البحرين، لكن حفظ الله السعودية ساعدت أهل البحرين لكي أن الشيعة أرادت أن تدخل البحرين ويستعمروا في البحرين. فهمت؟ مثلا كثير من المسلمين يقول لك يمن، لكن كثير من المسلمين ما عنده مشكلة. السلام عليكم بلال. ما كان عنده مشكلة عندما كان أهل السنة يقتلون من الفرس، من إيران والحوثي، ما كان عنده مشكلة. لكن عندما المسلمين أهل السنة طلبوا المساعدة من السعودية، الآن السعودية تقتل المسلمين. يا كذاب. وعندما كان أهل السنة يقتلون في اليمن ما كان في قتل. والله بعض المسلمين أنا قلتها وهذه لله، حتى السعودية لو حررت فلسطين يقول لك لا هذو يهود انساهم، هم يطعن في السعودية. والله بغداد. لأن إيش؟ يقول لك الدولة العثمانية، الدولة العثمانية كان فيها الشرك يا أخي. نعم حق، في التوحيد والسنة. هل معناتها ما في معاصي؟ في معاصي. هل يجوز؟ حرام. ونسأل الله أن يوفق حكام المسلمين أن يبتعدوا عن الأشياء. لكن الخارجي ماذا يريد؟ لا، شمسي ما تقول هكذا. أريدك أن تدمر بيتك وبيت أجدادك وتأتي إلى أوروبا. بارك الله فيكم. أنا أسأل الله يهديهم. والله تفضل. أنت من أي قناة؟ جزيرة؟ قناة أنا حاب ندير يونيفرسيتي. وبارح هذيك إن شاء الله. بارك الله فيك، الله يعزك أخي. تفضل حبيبي. وايدين يكرهونك يا أخي. كره يكرهونك، وايدين يكرهونك. هادو يكرهوني لأن بعض الناس يقول لي الحمد لله أدعو إلى طريقة السلف الصالح الحمد لله، على منهج سلف الأمة الحمد لله. هذا احنا التوحيد والسنة. بارك الله فيك. نعم الحمد لله. في شخص قال ثم تذكروا كان في شخص أتى هنا قال لي أنا أعمل عن مخابرات السعودية. طيب، فقلت له قال لي الأسبوع الماضي آتي بالأدلة، شهرين ما أتى بالأدلة، أنا موجود هنا كل أسبوع آتي. أين الدليل؟ أين الدليل؟ كذابون. بارك الله فيك. وهذه طريقة من؟ طريقة الخوارج. الخوارج عندما طريقة الرافضة عندما أرادوا أن يطعنوا في عثمان بن عفان ماذا قالوا؟ أصله يهودي. عجيب. الآن الإخوان عندما أتوا ب ايش اسمه السيسي قالوا ابن صالح يقرأ القرآن. عندما السيسي دار على ايش اسمه مرسي حرر فلسطين إيران. لا عندما دار على مرسي مات الله يرحمه قالوا هذا يهودي ابن يهودية. هذا كان قارئ القرآن مسلم اسمه يهودي. فالخوارج أن نحن المسلمين يعرفوا بأن عندنا حساسية مع اليهود، فكيف تأتي بالشبهات ضد الرجل تقول يهودي؟ فعوام الناس يهربون منه. يهودي. قال لك محمد بن سلمان يا أمة يهودية كذلك. بالله ايش هذا يا أخي؟ اتق الله. أنت تريد الشريعة أنت؟ والله حق. هذا يقول لك يريد الشريعة هذا ويطعن في أعراض الناس. كل شخص يوافقه يقول له أنت أمك زانية. هذا لو طبقنا الشريعة تطبق عليه أولا. يقول هذا يقول ليش طيارة إسرائيلية تمر فوق أجواء سعودية؟ قل له ليش أنت قاعد في بريطانيا؟ بريطانيا تدمر. ما في إسرائيل أصلا في فلسطين ودولة محتلة. ما في إسرائيل النبي عليه الصلاة والسلام. قل لماذا أنت هنا في بلد تدعم الصهاينة؟ هو هنا يأخذ المال من عندهم. يأخذ المال من عندهم. يجوز. خارجي خبيث. خارجي يجوز أخذ المال من الكفار والجلوس، لكن إذا أخذت المال من الدول الإسلامية أنت إيش؟ كافر. خوان المسلمين نسأل الله السلامة والعافية. لكن رحم الله الشيخ ربيع وحفظه الله، هو أول من فضحهم. الشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ محمد أمان الجامي أول من فضحهم، والشيخ حمود التويجري كذلك رحمه الله فضح الإخوان. وكثير من الناس ظنوا فيهم الخير، لكن أخي خوان المسلمين همهم أخي تدمير المسلمين. يا أخي في الجزائر خوان المسلمين في التسعينات كانوا يمدحون إيران فرس.
احنا ما عندنا مشاكل مع الفرس، في علماء من الفرس، لكن الان المجوس لكي اكون دقيقا المجوس. طيب الله المستعان. السلطه ايه نعم هذه معروفه، اخوان المسلمين اما السلطه هو عجل الكرسي يهلكك، ما عندنا مشكله. فنحن ايش نقول؟ لابد اذا لا الدوله السلطه لا يحزنون. صحيح السلطه ولا مال والله العظيم بارك الله فيك. كما يقول لك جاي يسعى ودك تسعى. احنا في الجزائر يقول لك اراد ان يصلح شيء دمر اشياء. والله هذا حالهم، هذا حالهم. يقول لك المعارض فين عايش في بريطانيا؟ الامام احمد كان معارض. الامام احمد كان ضد الحاكم في العقيده، لكن ما اتى الى البيزنطيين، جلس وصبر ونصح. الحمد لله. هي بلدك يا اخي بارك الله فيك. واعداء الاسلام يبحثون على اي شيء ليتدخلوا في البلدان الاسلاميه ولا يتكلمون عن الايجابيات. ابدا بارك الله فيك ابدا. الان في السعوديه بنت مستشفى في فلسطين، عفوا في الاردن، خاص بالفلسطينيين. ما تسمع عنه، ما تسمع. لذلك ذكرت انا من قبل الاخوه السعوديين لابد يكونوا على تويتر انستغرام وينشروا ما تفعل السعوديه. السعوديه دفعت الكثير من المال تساعد اليمن وتساعد سوريا وتساعد تركيا. ما يذكروا هذه الاشياء، ما يذكروا اخي. السعوديه امراه ترقص في الطريق في كل مكان. ايش السعوديه جنه يا اخي وفي امراه ترقص؟ هذا حرام. ايش معناتها؟ خلاص دوله خلاص اصبحت كافره. والله انا عرفت. لذلك انا الحمد لله انا اعرف بان بعض الناس يبغضهم ان يروا دوله عربيه قويه. والله يبغضهم، لا يحبون هذا الشيء. مستقرة آمنة أبدا. خوارج ما يحبوا، الرافضة والخوارج لا يحبون هذه الأشياء. يقول الإمام مالي وليد السيستاني. يقول أنا أتبع وليد السيستاني. بارك الله فيك. السبعاني هذا الخبيث هذا ما يعرف واحد، ما يعرف لا شكله ولا صوته ولا. والله الحمد لله. فنحن نسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضى. والله هي في ظلم في بعض البلاد الإسلامية غير معصومين. بارك الله فيك بارك الله فيك. كيف نتعامل؟ انا شخصيا اطلب بعض الاحيان اهلي الله يغفر لي. لو ما كان ولي امر كان فرد عادي كان بيعصي بعد كان بيخرب. بارك الله فيك اخي. سبحان الله. المشكله يا اخي تعرف ايش المشكله؟ يقول لك هذا ولي الامر له مشاكل وله معاصي. طيب انت نأتي بولي الامر، انت تكون معصوم؟ انت عندك معاصي، طيب معك اخطاء، فلماذا حال عليك حرام عليه؟ أن ينصح لدي سلطان سر. نعم صحيح بارك الله فيك. العلانية والتشهير على الانترنت. بعض الناس أخي يشهر المعصية غير معروفة يأتي يشهر بها العالم كله. دين تجارة. معروف خوان، معروفين الإخوان المسلمين عندهم دين تجارة أخي، معروفين بالأشياء. يأتي إلى بريطانيا إلى أمريكا والله يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا يجوز هنا، يجوز ظلموا هذا يجوز. نسأل الله السلامة والعافية. نحن ما عندنا أي مشكل مع شخص يريد الخير لبلده ينصح، لكن بالطريقة السنية ليس الطريقة السبائية. عبد الله بن سبأ التشويش والتشهير والفتنة. طريقة أحمد بن حنبل. بارك الله فيك. الرسول عليه الصلاة والسلام نصحنا كيف نتعامل مع الحاكم الظالم، كيف نتعامل. الرسول نصحنا أخي. ابن تيمية قال رحمه الله تعالى، قال نقرت التاريخ نقرأ ما خرجت فرقة على حاكمها إلا أفسدت أكثر مما أفسد الحاكم. والله ليبيا أخي خرجوا ماذا أتوا بعمر بن الخطاب. بارك الله. العربي كله راح. الربيع الصهيوني هذا هو التخريب العربي هذا، خربوا بلدانهم بأيديهم. دين يهودي. والله أخي نسأل الله السلامة والعافية. عبد الله بن سبأ التدمير والأشياء. نعم في فقر. بعض الناس يقول لك شمسي أنت تقول هذا أنك في الجزائر في سلفيين. The prophet is trying to tell me the Quran is not complete or wasn't written. Yeah, brother, it's better off for you to speak to a tree than speak to him. والله الذي لا إله غيره. He's trying Brother, to tell me brother. the Prophet Muhammad said it's okay to worship 3 daughters. He didn't show To me. worship for the brother. He tried to tell me Jesus is God. He couldn't show me. So what's the point of talking to him? He said بارك الله فيك. بارك الله فيك. So we have a mass conversation here. Don't bring this crazy guy. الحمد لله. So الحمد لله هي شوف سبحان النصارى دينها أصبح ميت. يأتوا هنا النصارى لماذا إيش؟ يشوشون على المسلمين. والله ما رأيت شخص يدخل نصرانية. الشاهد بارك الله فيكم. الشخص لابد الإنسان أن يستعمل الحكمة ويتبع القرآن والسنة.
هذا في ان شاء الله. اذا خاطبكم الجهاله يقول سلامه، اذا جاهل يقول سلامه. يا الحمد لله. تفضل. How Islam identifies women. What do you mean how identifies women? في الجامعات there is a lot of misunderstanding. They think that we are against women, we kept them. How he treats women. Because you cannot identify what is known by necessity. It's like telling me identify who are you, like what is a sun? Sun is a sun. Woman is known. What is, are we talking about this? What is woman? You know the Western world is going crazy. They don't even know. Now, the point here you have to bring, the Western world, they cannot really utilize this argument or this doubt anymore about Islam oppressed women. Why I'm saying that? Because they cannot define what woman is. Literally, man with his penis, everything, they tell you he can be a woman too. It's crazy now. Understand? That's why look what's happening. A man raped 2 women. He told them he's a woman. What they did, they put him in prison with a woman. That's paradise for him. Islam treats women with respect. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran about the wives, وَعَاشِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. Okay, Allah mentioned about the believer females. If they are righteous, they have paradise for them. Okay, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, take care of women. Yeah, no doubt about that. Woman has high status. We don't utilize our women to sell our product. You understand? We don't put toothpaste next to a naked woman. What naked woman has to do with toothpaste? Please, barakallahu fiqh. No, we take care, we love our women. That's why our women are more valuable than diamonds. That's why in Muslim countries, there's certain things you cannot insult a man with. Don't insult his mother. Don't insult his wife, his sister, his daughter. Otherwise there'll be war. You understand? They wage a war against you. You understand? So we love our women. If we hate women, why we allow you to marry 4? If you hate coffee, would you drink 4 cups of coffee? The fact that you drank 4 cups of coffee, I mean you love it. We love our women, alhamdulillah. And we make sure that take care of them, look after them. You know? And Nabi ﷺ said, like I mentioned, before he died, khutbat al-haja, he said, take care of women. Barakallahu fikum. But they want our women to be what's happening now in the Western world, which we feel sorry for them. Women just walking naked and, you know, just subhanAllah, being utilized like a public toilet. Anyone can come and urinate. A'udhu billah. But they do it in the name of empowerment. Barakallah fiqh, that's a good point. Yes, assalamu alaikum, كيف الحال? That's a good point. He said they do it in the name of empowerment. The name of empowerment, Yeah. but it doesn't empower them. They're just like they say, they're just used goods. Yeah, there's a lie, akhi. They say empowerment. But of course, because what? If they say, oh woman, we want to destroy you, the woman, Muslim woman will not listen to them. So when they say, woman, we are here to empower you. Empower you, mashallah. I want to be strong. I want to have power. But what it means, oh woman, we want to destroy you basically. That's why we have to be careful from mustalahat, terminologies. Barakallahu fikum. So alhamdulillah, Islam treats women with justice. And there's a difference between justice and to be equal. Sometimes to be equal is injustice. You understand? Alhamdulillah. Like, you know, a woman like Queen, stay at home, we go provide for them. You know, we go run after the bus, run after this, you know, try to do our best. You understand? You don't see the Queen running after a bus. Have you? She died. Have you seen the Queen before running after the bus? She wants to go to work. She's sitting chilling in her throne, in her own palace. You know, Sheikh Uthaymeen said that the house for the woman is like her own palace. She can. Yeah, but not every woman. But that was the woman, the Fir'aun one. You know, the woman at home, she can go to any part of her house. But at work, she can't go every part. She's controlled by the boss. Yeah. But at home, her husband cannot say, don't go this room or that room. That's how she goes to toilet any time. But at work, she'll be controlled which time she should go to toilet or a bathroom. You know? So the point here is we love our women. Islam came to free women from slavery of desires and shaitan to become a slave of Allah. Because in this world, either you're a slave of your desires or a slave of Allah. You cannot escape it. Either you're going to submit to your desires or you're going to submit to something else. Or to Allah subhanahu wa ta'ala. And so when you submit to Allah, to your creator, for have you been, bro? That's the meaning, the true meaning of freedom. To be a servant of Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Now even non-Muslim women, but you know they say we oppress women. Majority of reverts in Britain, America are what?
How they Muslim and they revert? Now they're Muslim. Yeah. They are women, but Now they're Muslim. alhamdulillah. Because they see freedom in Islam. And we love, like I said many times, we love good for this country and around the world. We love good for the non-Muslims. We want them to be guided. You understand? Look what's happening now, bro. Like I said, they cannot even define what a woman is. They always ask why they have to cover themselves. Why they do that, why they do that. For you to not look at them. Tell them. Straightforward. Tell them Allah. There's another one, National Women's Day. You don't know who's supposed to turn up. Oh, yeah. That's a good one. Yeah. Akhi, in America, the bravest woman is a man, biologically is a man. Have you not seen it? The award for the year, the bravest woman is a man. Bro, but you know, but you know what? Allahu Akbar, you know. Wallah, Allahu Akbar. Regardless of how much power they have to try to misguide the people from Islam, Allah will expose them with their own tongues. They're doing it to themselves. Subhanallah. Now, you can beat up a woman. If police stand up, you say, I'm a woman as well. You're just woman fighting woman. What's the problem? You can't arrest me. Go to jail, woman jail. Yeah, woman jail. Paradise. You have 4 wives and divorce another one. Get another one. Just chill there. Yeah. May Allah protect us, man. Alhamdulillah. And you know how many in America, there's a lot of men now, they are saying they are a woman to get moved from, to prison. So when someone asks you why women have to cover themselves, ask him why you have to cover yourself as well. Because you cover yourself. You're not naked. Correct? You have to wear trousers. Are you naked? If he said, no, but I have to cover. He said, okay, who should dictate which part should be covered, which part should not be covered? Who should dictate that? As we say, Allah. Yeah. You cannot dictate that because why? You're coming from a subjectivity. Do you understand? So Allah told the woman to cover, likewise for the men to cover. Can I come topless here? I cannot come. It's not permissible to come topless. Barakallahu feekum. Or to come with a short. So Allah told the man the way to cover, likewise the woman the way to cover. Now, that's it. Allah told us. And I remember old woman came to me, to our da'wah table. She said, she said, can I ask you something, my son? I said, go on. She said, I saw a man now with his daughter. She's 7 years old, and she was wearing a hijab. I said, what is the problem with that? She said, yeah, but you know, it's brainwashing her. I said, wait. There is no parents in the world except they teach their children what they believe is right. So if you call us brainwashing, then every parent is brainwashing child. Why it's okay for you to brainwash your child, but it's not okay for us? For the sake of argument, using this term, yeah? Then I found out who is that brother? Ahmed Milki. It's my brother. No, it's from the masjid, man. He told me, he said, she asked him. So I said to her, yes, we teach, he's teaching her. Tarbiyah, innit? Like when you go to, Ahmed Milki, give me a nice example. He told her, you don't go straight away to university, you go to nursery, the reception, then step by step. Likewise, we train our daughters about modesty, to cover themselves. Understand? Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Understand, akhi? So, we teach them. When Allah said to the Muslim woman to cover herself, because Allah loves them, and Allah wants good for the Muslim woman, because Allah knows there's shaitan out there. You know, some people, what they want to do, they want to deceive us. Say, no, all women, walk naked, you know, and if anyone attack you, the problem with him. And if anyone tries to say no problem is with you, they're justifying the rape. No, we're not justifying the rape. In Islam, rape, you will receive a capital punishment, you know. However, any human being with a sound reason know that if I'm gonna do something which is gonna allow evil people, because there's evil people out there, that's the reality, you cannot escape it. If I'm gonna do this mentality, I'm gonna do whatever I like, and if something bad happens to me, I'm gonna blame the people. Then go live in the moon when there's no people there. There's people out here. For example, if I do have £50,000 in a suitcase and I come speaker's corner and open it suitcase and the people take the money, I'm not saying it's okay for them to take the money. It's still wrong, but it's wrong for me too to open the suitcase as well. Barakallahu feek. Yeah, naam. They don't want to take accountability. They don't want to take accountability. Sahih. And Islam teach you that. Alhamdulillah for Islam, and that's why now the fastest growing religion in the Western world is Islam. Who's doing the job? Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Imagine this war, this harb that has been waged against Islam. If it was waged against any religion, that religion would be died long time ago. Or would be dead long time ago.
but Islam is not even weak, stronger. The Muslims are weak because why? We're not following Islam. But those who are following Islam, they are strong. Alhamdulillah. That's the beauty of Islam. نعم أخي. أسألك سؤال. تفضل. شو رأيك بالعلام الملون؟ ايش هي؟ العلام الملون. ما معنى الملون؟ العلام الأحمر. LGBT Q. العلام العربية. ايش ما فهمت علم العربية؟ العلام مثل علم العراق. هذا عالم ايش دخل؟ شو رأيك بالعلام الملون يعني؟ بدال وراية التوحيد أو نظام خلافي مش نظام ديمقراطي. نعم لابد تكون. ومن لم يحكم بشرع الله ولا يكون من الكافرون. هذه ما هي آية حبيبي، هذه خرجت من راسك أنت. لا يا من القرآن. هذه شو أنت تحكم بشرع الله أولا، ومن لم يحكم بما أنزل الله. بما أنزل أنا آسف. ما في مشكلة، لكن ما فهمت. ما عندك علم ما فهمت. إيش دخل العلم؟ ملون مثل هلا إحنا بسوريا. نعم إحنا عندنا علم. عم بيقاتلوا علم أخضر. هذا لا يجوز قتل. إذا الناس يقاتلون لأجل العلم بس. علم وديمقراطية. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، حرام. نحن نقاتل لأجل على كلمة الله. الثاني بيقاتل مشان بشار الأسد. هذا طاغية كذلك. لكن ما فهمت أنا إيش رأي العلم، هو حرام أم غير حرام؟ لما تقاتل أنت وروحك حاط على كتفك يعني. أجل العلم حرام لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قاتل لأجل عصبية أو نسيت الحديث الآن، لكن الشاهد من قتل لأجل غير لا إله إلا الله أو الدفاع عن نفسه والأشياء هذه من العصبية. مثلا أنا أقاتل لأجل العالم الجزائري، ليس لأجل أن الجزائر دولة إسلامية، لا لأجل العالم بس. هذا لا يجوز، هذا ايش دخل العالم؟ الآن مثلا الآن بعض المسلمين مثلا الآن لو قامت حرب بين دول إسلامية، المسلم من كلا الدولتين لا يدخل نفسه أولا، لابد ينظر من هو الظالم. ليس لأني جزائري سوف أحارب لأجل الجزائر، لا، أنا أحارب لأجل الإسلام وحفظ بلادي. إذا أعرف دولة إسلامية تريد أن تدمر بلدي، طيب لأجل احنا المسلمين أنا أحاربها. لكن ربما دولتي تريد أن تظلم الدولة الثانية، طيب فأنا لا أساعدها، لأن أنا ولائي وبرائي المعاداة والولاة لله وبالله سبحانه وتعالى، ليس للعالم، لله سبحانه وتعالى ورسوله. بارك الله فيك. احنا بالنسبه لنا لما في جماعه اسمهم الجيش الحر هذول يقاتلوا بشار الاسد، يقاتلوا على اساس انه عقيده، لكن من يرفع علم لا اله الا الله بيحكوا عنه انه ارهابي او داعش. والله ما اعرف انا هذه قضيه سوريا ملخبطه كل شيء. يعني هذا شو رايك فيه؟ ما انا نقول الذي يقاتل لاجل لا اله الا الله لاعلاء كلمه الله فهو مجاهد، لكن بشروط. الان في سوريا الان احزاب، حتى ولو خرجتم بشار سوف تقتلون بعضكم بعض كما وقع في افغانستان. نفس الشيء اخي، لان ايش؟ كل فرقه تريد تحكم الفرقه الاخرى، هذه حالنا. طيب لان ايش؟ هذا كما ذكرت، هذا جيش، هذه فرقه تريد الديمقراطيه، هذه تريد الاشتراكيه، هذه تريد الشريعه، هذه تريد الشريعه لكن بمفهوم ثاني، وهذا فيقتلون بعضهم بعضا. لاجل ذلك لابد المسلمين لا يدخلون في هذه الفتن. هو يعني بالمختصر العالم الملون لازم واحد ما يقاتل فيه. لا اخي، العالم الملون يجوز لتعريف بالبلد. الان لان في بلدان، بعض البلدان يستعملون تعريف، هذا ما في مشكل. الله سمانا مسلمون يعني دوله واحده يعني هلا انا ما عندي مشكله، عالمه يختلف عن عالمي، لكن تحس في شيء يعني غريب يا اخي. لا هو لتعريف، انا قلت لك لتعريف البلد، لان من قبل كانت دوله واحده، الان ليعرفوا بعضهم بعض فيستعملون العالم. بارك الله. عادي اذا شالوه بالقتال. ها؟ عادي اذا شالوه بالقتال. لا حرام. الله اعلم، انا ما ادري. ولا حرام، تبي يوجد حرام اخي، ربما يشيل العلم ما في علم التوحيد، ما في علم التوحيد، بس علم ملونه. لا ادري. هو اذا في الجزائر مثلا، نحن في الجزائر حاربنا فلسطين وحملنا علم الجزائر، ليس لاجل العالم بس، لاجل هذه الدوله، دوله جزائريه مسلمه، لكن تعريفا بهذا البلد، هذا العالم تعريف، هذا يجوز يا اخي، ما في مشكله. هي الحمد لله احسن يكون كلنا عندنا علم واحد، لكن ما تعرف كيف تفرق بين بلد وبلد. هو شو يختصر الواحد، او شو يستفيد اذا ما يعني، او شو يتضرر اذا ما حط هون مثلا رمز علم الجزائر وعلم التوحيد بيده؟ ما يا اخي ما فهمتك ايش تقول. يعني ليش ما يكون في علم التوحيد بكل معركه؟ نعم هذا احسن. هو ما في عندنا يعني، هذا شو في السعوديه عندنا علم التوحيد. لا اله الا الله. انا ما العلم، هل هذا يجوز؟ انا الذي اعرف يجوز لتعريف البلد، والله اعلم اخي. الله اعلم، الله يهدينا ويهديهم. نسال الله سبحانه وتعالى يجمع المسلمين على كلمه التوحيد والسنه. امين امين واياك، بارك الله فيك. الله اعلم. Student finance, فيها ربا ولا لا؟ Why is it? Explain that to me. For example, me and other people, who wants to study, we have to take student finance. So, and then you have to give back how much? This is the thing. They didn't put a specific. If الربا حرام أخي، interest حرام أخي، لا يجوز. واحد خلاص تورط فيها شيء زين. Interest.
واحد إذا دخل فيها وش يدير؟ ها؟ إذا واحد خلاص دخل فيها وش يدير؟ بك توبة الله سبحانه وتعالى من. ويخرج. ها؟ ويخرج من الإديوكيشن. الله أعلم أسكولز I don't know أخي والله I don't know. Allah knows best. أخي what happened there? What's going on there? In the tent. Hello, excuse me. Yeah, Jewish man. Come. Don't run, man. We're gonna eat you. Come. We Muslims, we're innocent people. حبيبي حياك. شوفك إن شاء الله. عليكم السلام. حياك الله. بارك الله فيك. فهمت؟ He keeps coming and leaving. Why is it? ها؟ Tell him here, come record him man. أنت اللي ماله. He wants to be on the camera. السلام عليكم. السلام عليكم يا أخي. You good? You right? How you doing? How's fun? Good. You look cold. Freezing. Welcome you English. I'm living in Turkey. Oh, that's why, brother. You used to play to the Turkey weather. It's freezing. Okay, yeah. Time I come, it's freezing. Allah. You need a big jacket, my brother. Inshallah, man. How is it there? How is it inside? Huh? It's crazy. I'm a Janine. But is there normal people there? Hello, sir. Excellent. Don't let him beat you. Where are you from? Oh, أول was the name كان شاف كل بابا كل جابر كل إذا ما تيجي الألسنة جماعة notice. Only section. There's no bullying. If they are sunnah, they're not good of Allah. Well, if Allah says This worship the Na'uzubillah. Because you know there's Allah, we don't know. Yeah. Well, if Allah is Allah, follow with Allah. And anyone